السلام عليكم ومرحبا بكم أحبائي الكرام في فيديو جديد لتوقعات المباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 الدور السادس عشر، الدور الثمن النهائي. نبدأ بأول مقابلة حبايبي، وهي بين المنتخب الياباني والمنتخب الكرواتي. المنتخب الياباني ترشح في المرتبة الأولى ب6 نقاط، والمنتخب الكرواتي ترشح في مجموعته في المرتبة الثانية ب5 نقاط. هذه المقابلة هي أتوقع أن الاحتمالية الأكبر هي فوز المنتخب الكرواتي ب2 مقابل لا شيء. وأفضل طريقة للرهان هي بتلعبها يعني over 1.5 2 فما فوق. نشوفوا حبايبي الكرام المقابلة الثانية، وهي بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الكوري الجنوبي. المنتخب البرازيلي ترشح في المرتبة الأولى في مجموعته ب6 نقاط، والمنتخب الكوري ترشح في المرتبة الثانية في مجموعته ب4 نقاط. أنا أتوقع يعني الاحتمالية الأكبر فوز المنتخب البرازيلي ب2 مقابل لا شيء. أفضل طريقة للرهان هي over 1.5، يعني أكثر من 2، يعني 2 فما فوق. يلا حبيبي الكرام نشوفوا المقابلة الثالثة، وهي يوم الثلاثاء 16/10/2022. الدور الثمن النهائي، الدور السادس عشر. المقابلة بين المنتخب المغربي والمنتخب الإسباني. الاحتمالية الأكبر هو تعادل الفريقين أو فوز المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء. وأفضل طريقة للرهان بتلعبها يعني أو إندر 3.5 أقل من 4 أهداف، إندر 3.5. نشوفوا حبايبي الكرام المقابلة الرابعة والأخيرة، هي يوم الثلاثاء بين المنتخب البرتغالي والمنتخب السويسري. الدور السادس عشر. المنتخب البرتغالي ترشح في مجموعته ب6 نقاط في المرتبة الأولى، والمنتخب السويسري ترشح ب 6 نقاط في المرتبة الثانية في مجموعته. عفوا ب5 نقاط في مجموعته. أنا أتوقع أن الاحتمالية الأكبر هو فوز المنتخب البرتغالي ب2 مقابل لا شيء. وأفضل طريقة للرهان هي over 1.5، يعني 2 فما فوق، 1.5. إلى هنا حبايبي الكرام ننتهي في توقعات المباريات يوم الاثنين ويوم الثلاثاء الدور السادس عشر. نلتقي في مواعيد رياضية قادمة. دمتم بخير وإلى اللقاء.